السلام عليكم. الفيلم ديالنا كيبدا مع هاد المقدر كياكل في هاد بيمو ما عايش في هاد العالم. تايبان مورا داك القبيه وغيتيري ليه على دماغه وغيفرقع ليه مخه، وموراها يدفعوا له البقيه لداخل وغيدخل عندهم. وكانوا هادو عصابه هنايا، وكانت عندهم هنا الحشيش والغبره والفلوس. دخل وبدا كيصبن فيهم بالواحد، واللي كيجي في طريقه كيعطيه حقه وحق صاحبه. تبقى داخل واللي كيتلاقاه كيصوت فيه، فرقع عليهم كاملين. وموراها غيدخل للبيت فين مجموعه الفلوس. دخل لداخل وقتل اللي كان تما ويهز الصاك وبدا كيسارجي به الفلوس. عمر الفلوس كامله في الصاك وموراه يهزو وغادي يخرج بحالته من تما. خرج لبرا وغيلقى البوليس عند الباب، شدوه وموراه يديوه للكوميساريه. سميتو سافاج، وكان عامل سري ديال الميريكان قديم، وكان عنده بزاف ديال الاوسمه، والخدمه اللي كيمشي ليها كينضيها. منين سولو الكوميسير علاش وليتي كدير هكا وكتسرق وتقتل، قال ليه بلادي ما رحمتنيش نهار اللي ساليت من العسكر. قال ليه انا غندير معك واحد البلان زوين، غندخلك لواحد الحبس ديال الجمهوريين مدعمه واحد الشركه، وغادي تجيب ليا كاع الدواسه اللي فيها على الفساد، واي حاجه بانت لك تما جيبها لي. وموراه يمشي دوي ابيل مع بنته، شافها ودوى معاها وقال لها غنرجع قريب، وغادي يقول ليه البوليسي نهار تسالي المهمه غادي نطلق لك. وقال لي في البيت ديالك غتلقى واحد اللعيبه باش نتواصلوا. موراها ضربوا ليه خنشه في راسو يهزوه ويوصل للحبس. ويكون هذا الحارس ويليامز كيصبن فيهم وكيقول لهم انا هو السبع، وموراها غيخضروه باش ينقصوا شويه من القوه ديالو، ويدخلوه للشومبر ديالو وطلقوا له. وموراها يمشي للبيت ديالو، مع دخل يلقى واحد الكتاب هزو وغيلقى فيه تليفون، وكانت هديه باش يتواصل مع داك الكوميسير ويصيفط ليه فيها المعلومات. وموراها يخرج في الصباح باش يفطر ويقلب ليه هاد الشعير كريس الباني ديالو. وموراها يسمح فيه وغادي يمشي. خرج لبرا وفاش كان واقف في الساحه غيجيو عنده هادو، وكان هاد فيرنر قال ليه شوف غتخدم معانا ولا غادي تموت. قال ليه انا خدام بوحدي، وقال ليه غتموت بوحدك ومشى. وموراها هو في البيت ديالو غيجيو عنده شي وحدين، كان كريس وصحابو خوا المخده ودار فيها واحد الكتاب وبدا كيراود فيهم، سلخهم كاملين، ولكن في هاد اللحظه يجبد واحد فيهم موس. وموراها غيدخل هاد خونا هذا وغيبدا يسلخ فيهم، بدا كيسلخ فيهم وبقى كيعطيهم حتى جاو البوليس. وموراها غادي يخرجوهم وداهم عند الرئيس. ودخل سافاج عند الرئيس وقال لي راه عاجبني، وقال لي اسمح لي على هادشي اللي داروا له الاساسه ديالي. وموراها قال لي غتخدم معايا في الحلبه. قال ليه لا، ولكن بقى كيخشي ليه شويه ديال التهديد على بنته. وموراها وافق وغادي ينوض وافق، وقال لي خذ حوايجك باش تدخل غدا. وقالت لي هاد الحارسه بلي راه شي مره عتق حياتها في العراق، وقالت ليه انت اسطوره. قال لي درتي خدمتي. وموراها قالت لي يلا دخل الشومبر ديالك. دخل الشومبر ديالو، كان هذا سيباستيان اللي عتق حياته، هو عشيرو اللي غادي يعلمو لونطريمون. وموراها قال لي واخا نستعمل الطواليت، قال ليه سير. دخل الطواليت وغادي يبدا يكتب ميساج لداك خونا البوليسي وكيعاود ليه فيه اي حاجه شافها. وموراها غير التليفون لجيبو، والنهار التالي نشوفوهم قصدو لاصال. مشى وبدا كيتريني به، وهو كيتريني سيباستيان كان ناضي وعرف اي حاجه على الحلبه. بقى خونا كيتريني وهو كينصح فيه. وموراها غادي نشوفوهم النهار الثاني خارجين وقاصدين الحلبه. قال ليه يلا غادي نطالقوا. وموراها غادي يدخلوا للحلبه، وكان الشكل ديالها غريب وكانت عشوائيه. وموراها غادي نشوفوا الحراس كيتفرجوا، وحتى الدراري المساجين كيتفرجوا. وكانوا واحد جوج مطايفين، وغادي يجبد صافاج التليفون وغادي يبدا يصور داك المطايفه باش يصيفطها للبوليسي. وموراها غادي يربح واحد خونا فيهم، وغادي يدخل فيرنر ودخلوا معاه جوج، وكان كيسلخ فيهم وقدر يطيحهم بجوج. وموراها غادي يربح، وكان الجمهور كامل كيشجعوا كلشي عنده عزيز. دخل سافاج وبدا المطيفه ديالو الاولى، وكان حتى واحد ما حاملو. وبدا هاد خونا كيدخلو في الاول وضرب عليه، ولكن موراها غادي ينوض واقف وغادي يهزو ضربو بكروشي واحد وغادي يطيحو للارض. وطاح خونا بالكاو، سكت ليه المواطر. خونا سخاف وهو غادي يديوه وقالوا ليه ربحتي. وناضوا الناس شويه كيشجعوه. رجع فيرنر عند المدير وقال ليه شوف يا انا يا هو. قال ليه شتك كتوجد ليا شي واحد اللي ضادني. قال ليه المدير واش خايف منه كنت كتقول سبع. قال ليه امتى غنخرج. قال ليه ماشي سوقك، منين غنلقى الوقت غنخرجك. اما صاحبنا سافاج تكون جات عنده واحد المحاميه كتدافع على العوازه في الميريكان، وقالت لي انا مخصص هنا باش ندافع عليك. قال لها ماشي سوقك وخليني نمرتك، الا احتاجيتك غنصوني عليك. عطاتو لا كارت فيزيت ديالها. وموراها غادي يرجع للكوزينه. مع رجع يجي عنده فيرنر وعشلانو وبداو كيحاولوا يخلعوه، ما داهاش فيهم. ولكن موراها غادي يمشي يتريني، خلاهم تما بحال الكلاب ومشى يتريني. بقى عاطيها لونطريما كل نهار كيزيد حسن. وموراها وصل النهار الثاني ديال الحلبه، ودخل معاه واحد البرهوش، وكان واحد الشينوي، وكان خونا مقدر والاخر ضعيف ولكن كيطير من المقله. بقى كيحنقز، ولكن خونا سكت ليه الموتور بالزربه. كروشي واحد الله يجيب تيسير وصيفطو بحالو للاخره. وموراها
وموراها غادي يخرج من تما، وبداو الناس كلشي كيشجعوه. والنهار الثاني غيفيق في الصباح ويلقى كلشي كيشوف به. قال له صاحبو رد البال، هذه شي حاجه غتوقع. وراها مشى يخدم في الكوزينه وهو كيجفف، يدخلوا عليه واحد الجوج، فتح لاصال الشطابه وغادي ينوض كيتخابط معاهم. اللي كيجي عندو كيتيري فيه، ما طرات كيقلب بنادم. يبقى كيراود فيهم، ولكن في هاد اللحظه واحد فيهم جبد موس بغات تحامي البوليسيه عليهم، ولكن والو، غادي يجي لها في صدرها وغادا تموت. وقبل ما تموت غتقول له صافاج عتقتي حياتي ودابا انا عتقت حياتك وتا انا كنأدي العمل ديالي، وضحكات وغادا تموت. بقى فيه الحال بزاف، وموراها نشوفوه مشى عند المدير وكاعي. موراها غادي يقول للمدير شوف بغيت نلعب ماتش مع فيرنر، حيت هذوك اللي قتلوا البوليسيه الرجال ديال فيرنر. وافق المدير، وموراها غادي يخرج صافاج. وموراها نشوفوا المدير مع فيرنر وقال ليه تلعب ضد صافاج. في الاول ما بغاش، ولكن موراها قال ليه بزز منك. والنهار الثاني يكون عندهم الماتش، بداو كيترينيو. وصافاج كان غادي مزيان وكان كيعاونو سيباستيان، وكانوا كيترينيو مزيان. وموراها غادي يضربوا شويه التراكسيون ويرجعوا للدار. النهار الثاني كانت عندهم الحلبه، دخلوا لداخل وغادي يكون فيرنر كيتسناهم. بدات المطايفه وبنادم كلشي كيشجعوهم. وموراها فيرنر كان حاقر عليه في الاول، بقاو هكاك، ولكن في هذه اللحظه يهزوا ويضربوا مع الارض. تقاضى عليه الباتري وغادي يسكت ليه الموتور، وبقى كيدخل ليه في الكروشي. وغادي يدخل صاحبو سيباستيان وفك عليه. وموراها غادي يخرج لبرا وقال لهم انا هو السبع. وموراها غادي يرجع في حاله، وجا عندو المدير وقال ليه بغيتك تلعب ليا كومبات كبار ضد واحد الحباس واحد اخر من حبس واحد اخر. ما بغاش. وموراها غادي يديه معاه للاكاب ديال الحبس، وكانت عندهم كولومبيا تما، الحشيش الغبراز الطلال اي حاجه بغيتيها كاينه وعاد الفلوس. وموراها يبان ليه واحد الرماد صفر، هز منه شويه في يده. وفاش يرجع للبيرو يقول له نعرفك على واحد خونا، ويكون هو المدير ديال الحبس اللي كان شدوه في الاول، وكان صيفطو بالعاني لهنا حيت غيحتاجوه في الكومبات، حيت هو محترف في القتال. وهذا الشيء كامل اللي دوزو كانوا مخاطين له. وموراها ما بغاش، ولكن في هذه اللحظه غيدخلوا سيباستيان وبداو كيضربوه بالضو حداه، وقرر باش يوافق بزز منه. وقال لهم صافي لعب كومبات يبعدوا منه، وغادي يطلقوا له صاحبه. وموراها غادي يقول لهم صافي يبعدوا منه. رجع للشومبر ديالو وقال لصاحبه نوجدوا واحد الخطه، عطاه الخطه. والنهار الثاني نشوفوا سيباستيان خارج وحط واحد الورقه صفراء لهاد الشعير. الشعير يشد الورقه ويدير هاد اللحيه الشافه، وهذا هو اللي كان خدام في داكشي ديال الحشيش والزطله. هذا هو المدير ديال كولومبيا. والنهار الثاني نشوفوهم تجمعوا في لاصال، عطاهم الخطه. وموراها يصوني على داك الصحفيه اللي خاصه بالعوازه، جات عنده وقال لها شوفي هاد الكارت ميموار فيها اي حاجه غتنفعك باش تخرجينا من هنا. عطاها ليها وغادا تديها وتمشي. قال لها تحركي خرجي بالزربه. وموراها غادي يرجعوا للحلبه، وغادي يكون وصل النهار ديال القتال. والحبس الاخر جابوا واحد خونا عملاق تبارك الله. ما بغاش المدير ديال الحبس في الاول يلعبوا ضده، ولكن قال ليه الا ما لعبتيش غادي تخسر فلوسك وغادي نربح انا. وغادي يوافق بزز منه ودخل معصب. وموراها غادي يدخل صاحبنا ديال الحبس الاخر وغادي يدخل صافاج، وكان كلشي كيتفرج. وخونا كان مقدر عليه وطويل عليه وبدا كيخبطو مع الارض في الاول، وبقى كيعطيه. ولكن في هذه اللحظه يجبد داك الغبره اللي كان هزها من كولومبيا ويضربوا بها لعينو. وخونا غادي يطفى وغيبقى يدخل ليه صافاج داك الساعه. شبع فيه كروشي وبرد غدايدو. موراها غيعطيهم الخطه ننطلق، وكانت هي يديروا انقلاب. وبداو كيسلخوا في الحراس، والمدير مسكين كيدهشر، والحارس اللي كيجي حداهم كيخبطوه مع الارض، واللي كيبغي يهز السلاح كيضربوه. في هذه اللحظه يوصلوا القوات الخاصه، دخلوا وبداو كيشدوا الحراس وبداو كيقتلوا واحد الحارس. ويهرب المدير، ولكن يخرج ليه صافاج في الطريق وغادي يجبد السلاح وتيرا عليه، ولكن كان داير الواقي وما تقاش. ولكن في هذه اللحظه غيدخل عشيرو سيباستيان وغيبقى يدخل المدير، عطاه على اش كيتسال. وموراها غادي يجيو القوات الخاصه وغادي ما ينطوه داو المدير، حيت المحاميه ديال العوازه وصلت الفيديو للحكومه. داك الفيديو ديال مطايفه، وقالت لي راه الحكومه غادا تعرفوا عليك انت تخرج من الحبس وغادا تعاونك باش تداوي بنتك. قال لي نمشي نودع صحابي ونجي. وموراها يدخل عند سيباستيان صاحبه ودعو، وقال لي عمرني غنساك وغادي نخرجك من هنا. وموراها يهبط في الدروج، وكانوا كاع المحابسيه عندهم عزيز وودعهم كاملين، وكانوا بحال خوتو. وغادي يخرج عند المحاميه، وموراها غادي يمشي. وصل الخيريه فين كاينه بنته، ومع خرجت غدور موراها غتشوفوا وعنقها. وكان عندها عزيز بزاف، وكانت مسكينه عايشه بوحدها. وموراها نشوف المحاميه مشات عند صاحبو سيباستيان وقالت ليه راه صاحبك صيفطني عندك لهنا باش نخرجك. وحتى لهنا يكون سالا الفيلم ديالنا. الا عجبك هذا المحتوى اللي كندير ما تنساش لايك كومنت